بالنسبه لصاحب العمل داخل تعاقد كبير مع شركه او مؤسسه حكوميه اورد لها منتجات، انا بعمل اي شيء منتج، والله جيت اتعاقدت مع شركه عالميه هصدر لها منتج بتاعي، او هتعاقد مع شركه حكوميه داخل الدوله اعمل لها توريد للمنتجات بتاعتي. عملت التعاقد، كتبت شروط جزائيه على نفسي وفاتح صدري ان انا ان شاء الله دي هتبقى فتحه خير عليا وعلى المؤسسه. جيت تاني يوم المصنع بتاعي، يلا يا رجاله شد حيلكم ننزل لكم مكافاه عشان عندنا شغل كبير. نزلت المكافاه والناس ما شاء الله راحت داخله واخده الفلوس وقعدت لك يومين ثلاثه ما بتجيش، وده يجي اصل انا عندي فرح، والتاني اصل مدام ولدت، والتالت اصل والله ابويا في المستشفى، وبعت لك صوره وواحد حاطط كانولا وهو منزلها من على النت. كل القصص اللي احنا حافظينها. عقد النهارده مع شركه كبيره المفروض يورد لها واتورد ومش عارف يورد. النهارده لو انت الناس دي شغاله بشكل قانوني عندك تقدر تتحرك معاهم بشكل قانوني. العامل نفسه هيبقى خايف، هيبقى خايف انه يحصل له لفت نظر، هيبقى خايف يحصل له رفض، فهيبقى النهارده شايف ان الكلام دوت هيأثر